تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية في القصر الكبير من إلقاء القبض على شاب في العشرينيات من العمر يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات الصلبة الكوكايين. وأفادت مصادر القناة أن العملية نفذت عبر نصب كمين في حي أولاد حمايد. تمكنت القوات الأمنية من توقيف الشاب، كان يستخدم سيارة نفعية في نشاط ترويج الممنوعات. وأوضحت المصادر أن المشتبه به لديه سوابق جنائية ويكون موضوعاً لعدة مذكرات بحث وطنية تتعلق بتجارة المخدرات الصلبة. يشار إلى أن العملية أسفرت عن ضبط حوالي 4 غرامات من المخدرات الصلبة الكوكايين، إلى جانب العثور على سلاح أبيض كبير الحجم وهاتف نقال. تم وضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية، وسيتم تقديمه للعدالة بعد استكمال التحقيقات. نشكركم على متابعتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليقاتكم حول هذا الحدث وأي مواضيع تودوننا أن نغطيها في المستقبل. دمتم سالمين ومطمئنين، وإلى اللقاء في تقاريرنا القادمة.